هو مش يا دكتورة السونار والماموجرام بيثبت إذا كان الورم خبيث ولا حميد ومش محتاجة أعمل حاجة بعد ما أعمل الأشعة ديت؟ الحقيقة لأ. السونار والماموجرام هي الأشعة المبدئية اللي بتبتدي تحطني على الطريق إذا كنت أشك إن الورم ده غير حميد، ولا ممكن أطمن إن الورم ده إنه حميد وأقدر أتابعه، أو إن ما عنديش أي مشكلة خالص. يبقى اللي أنا منتظراه من الأشعة بتاعت السونار والماموجرام بتاعت الثدي طريق من 3 طرق. يا اما ان مفيش حاجه في الثدي ده خالص وان الاشعه نورمال، وبالتالي السيده دي هترجع سيده طبيعيه عادي خالص. لو هي فوق سن ال40 هتبقى المتابعه بتاعتها سنويه، لو هي تحت سن ال40 وعندها تاريخ وراثي هتبقى برضو المتابعه بتاعتها سنويه، لكن لو ما عندهاش تاريخ وراثي هتبقى المتابعه بتاعتها عند اللزوم. يعني ايه عند اللزوم؟ يعني لو في اي مشكله بترجع للدكتور المتخصص وهو اللي يقول لها محتاجه تعمل حاجه ولا يطمنها. تمام. طيب دي اول طريق. تاني طريق انه يقول لي ان في مشكله والمشكله دي حميده، يعني مثلا ورم ليفي حميد، كيس ميه، كيس معقد او مركب، اللي هو تبقى ميه معكره، اللي هو الكيس المعقد اللي هو الكومبليكيتد سيست. دي ميه معكره قديمه، وده بياخد بايرات 3. بايرات 3 في السونار والماموجرام ده التصنيف بتاع الاورام او المشاكل الحميده في الثدي، ولا تستدعي ان انا اعمل حاجه تانية زي عينه او اي تدخل جراحي. مجرد بس لو هي ورم ليفي هنتابعها كل 6 شهور عشان نشوف المقاس والشكل بتاعها في الاشعه. لو هي كيس ميه هيبقى على حسب مقاسه، ممكن اشفطه وممكن نتابعه لو هو مقاسه صغير، وساعات كتير بيروح لوحده من غير ما نعمل له اي حاجه. نيجي بقى للطريق الثالث اللي هي ان يبقى في اشتباه لاورام خبيثه، وانا بقول هنا اشتباه، يعني السونار والماموجرام عمره ما يديني اجابه اكبر من كلمه اشتباه، وساعتها بنديني تصنيف بايرات 4 او بايرات 5. وده معناه ان انا لازم اعمل خطوة تانية لاثبات طبيعة هذا الورم. يعني ايه؟ يعني لو هو ورم الشك فيه بسيط ممكن يبقى بايرات 4، ولو الشك فيه ان هو ورم خبيث قوي بيبقى بايرات 5. وبساعتها بيبقى الخطوه اللي بعدها ان انا اخد عينه بابره قطعه من الكتله او من النسيج اللي شكله فيه اشتباه عشان اثبت اذا كان ورم خبيث او لا، وبالتالي اعرف الخطه العلاجيه فيما بعد. التصنيف بتاع البايرات اللي هو 1 و2 و3 و4 لحد 6 ده تصنيف مش مراحل. يعني مش معنى ان انا دلوقتي بايرات 3 يبقى انا بعد شويه هبقى بايرات 4، ومش معنى ان انا دلوقتي بايرات 2 هبقى بايرات 3 فيما بعد. لا، البايرات ده تصنيف لشكل الورم، او يعني وصف الورم بديله هذا الرقم. مش معناه ان دي مراحل بتوصل لبعضها او مرحله بتودي للمرحله اللي بعدها والورم بيتقدم او بيتحول او بالتفكير دوت. لان في حالات كتير بتيجي تقول لي انا كده 3 بعد شويه هبقى 4، و4 دي فيها شك. لا خالص، 3 غير 4. 3 ورم حميد، 4 ورم مشكوك في امره ووارد يبقى حميد. يعني لما الاورام الحميده بيبقى فيها علامات كده اتيبيكال او علامات مش زي ما بيقول الكتاب في الاورام الحميده، بديها تصنيف 4 اللي هو بايرات 4، على اساس اني اخد منها عينه فابتدي اتاكد اذا كانت حميده او لا. برضو الاورام اللي فيها لما تبقى كبيره في الحجم، لو هي 4 سم او 5 سم او 6 سم فيما فوق، لا ده شكل ممكن يبقى الورم الورقي، ممكن يبقاش ورم ليفي عادي. فلازم اديله تصنيف بايرات 4 عشان دكتور الجراحه لما يشوف الاشعه يعرف ان لازم اخد من الورم ده عينه عشان نتاكد ان هو ورم ليفي عادي مش الورم الورقي مثلا. او في بعض التغيرات التانية اللي بنلاقيها، طبعا هتلاقوها مشروحه في الفيديو بتاع الاورام الليفيه، اللي بتخليني اخد منها عينه، وده بيديها تصنيف 4 او بايرات 4 في الاشعه. اذا الاشعه مش هي اللي بتقولي الورم خبيث او حميد، الأشعة بس بتشتبه ان الورم ده فيه مشكلة ولازم اعمل حاجة تانية عشان اتأكد، يا اما امشي في سكة الحميد يا اما لا اشك اكتر واعمل عينة او اعمل رنين مغناطيسي او اعمل ماموجرام بالصبغة. وده طبعا اللي بيحدده دكتور جراحة الثدي المتخصص عشان يحدد الخطوة فيما بعد الماموجرام اللي بيدي تصنيف بايرات 4 او بايرات 5. لكن مش الاشعة هي الاند ريزلت، بالعكس السونار والماموجرام هو البيز لاين، هي الاشعه المبدئيه اللي بتبتدي تحطني على طريق معين امشي فيه.
بس، لكن هي مش هي نهاية الطريق ولا هي نهاية التشخيص، ولا نقدر نكتفي بيها ونخش جراحة أي نوعية من الجراحة بناء على سونار وماموجرام لوحده من غير عينة. يا رب أكون أفدتكم. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا أكتر عن أورام الثدي.